ناس كتير بتسألني الدهب رايح على فين الفترة اللي جاية. تعالوا وانا اقول لكم القصة. الدهب بعد ما زاد ووصل ل 4180 عندنا في مصر، نزل ل 4050 وقت ما احنا بنصور دلوقتي. طب يا ترى الدهب هيكمل نزول ولا هيطلع تاني؟ ده سؤال كتير بتسأله. الدهب نزل لان دي حاجة اسمها جني ارباح، لان سعر البورصة العالمية ريح شوية، لان بعد ما البورصة العالمية وصلت 2940 ولمست في 950 رجعت ريحت دلوقتي وبنتكلم في 2850 2860. والخبراء متوقعين ان البورصة هتكمل تريح لغاية 2840 كمان، وبعد كده الدهب هيبدأ يقوم زايد تاني. بس في حاجات كتيرة بتسيطر على سعر الدهب، منها ان الصين وروسيا البنوك المركزية بتاعتهم بتشتري دهب بكمية كبيرة جدا، وده اللي عامل ضغط ومخلي سعر الدهب بيزيد. نيجي بقى في الناحية التانية، امريكا شايفة سعر الدهب بيزيد وده مش عاجبهم، واخر حاجة حصلت هناك ان ايلون ماسك راح يشوف الاحتياطي الامريكي من الدهب وعايز يفتح المخازن ويشوف اللي موجود ده قد ايه. هم بيقولوا تقريبا 3000 طن، وده ممكن نخلينا نرجع للتاريخ زي ما حصل زمان. الصين برضو قعدت تشتري دهب لغاية لما سعر الدهب زاد جدا، واول ما وقفت شراء امريكا راحت بايعة من الاحتياطي بتاعها، راحت منزلة الدهب جامد جدا، وده عشان تخسر مين؟ الصين طبعا. فهل ده هيحصل تاني ولا لا؟ الله اعلم. الحاجة التانية ان الفدرالي الامريكي لسه لغاية دلوقتي ما نزلش الفايدة، ولو شفتوا توقعات جولدمان ساكس اللي كان متوقع ان الذهب يوصل في اخر 25 ل 3000، ودلوقتي بعد ما وصلنا قرب ال 3000 بقى متوقع 3300 و 3000 ونص كمان. احنا بنتكلم على سعر البورصة العالمية مش سعر الذهب في مصر. بس بنك جولدمان ساكس حط شرط واحد للموضوع ده، هو ان الفدرالي ينزل الفايدة زي ما كان قايل. فهل ده هيحصل ولا لا؟ الله اعلم. بس عموما التوقعات كلها بتقول ان في مصر على اخر السنة الدهب ممكن يلمس في ال 5000 جنيه. يا ترى ده هيحصل ولا لا؟ ادينا هنشوف. وانتوا قولوا لنا في الكومنتس متوقعين سعر الدهب هيزيد لل 5000 ولا هيقل؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.